تفتكر إيه أصعب مشكلة ممكن تواجه أي حد؟ هل هي إنك مش عارف عايز إيه في حياتك؟ ولا إنك عارف بس مش قادر تتحرك خطوة؟ الصدق، المشكلة التانية أصعب بكتير، إنك تكون عارف بالظبط إن وراك مذاكرة، شغل، صلاة، جيم، لكن تلاقي نفسك مش قادر تعمل أي حاجة غير إنك تقعد تقلب في السوشيال ميديا لحد ما تلاقي نفسك متزنق ومضطر تعمل المطلوب بالعافية. أنا شخصياً مريت بفترات كنت حاسس إني عارف أهدافي كويس جدا، بس عاجز، مش قادر أتحرك ولا خطوة. وده بيخليك تحس إنك مش إنسان طبيعي وإنك فاشل، بس الحقيقة مختلفة تماما. خليني أقول لك حاجة مهمة قبل ما نبدأ، مفيش فيك أي حاجة غلط، أنت بس لسه ما فهمتش نفسك كويس ولسه ما فهمتش دماغك بتشتغل إزاي. دماغنا دايما بتدور على حاجة اسمها المتعة الفورية. أي قرار بتاخده دماغك بترجحه بناء على سؤال واحد: هل ده هيخليني مبسوط دلوقتي ولا لأ؟ المذاكرة هتفرحك بعدين لكن دلوقتي هتحسسك بملل. الجيم هيقويك بعدين بس دلوقتي هيكسر جسمك. الصلاة هتريح قلبك وتديك قوة، لكن لو انت متكاسل هتحس انها تقيلة دلوقتي. في المقابل السوشيال ميديا فرحة لحظية بس بتسرق عمرك. اللعب مع صحابك طول الوقت ممتع دلوقتي بس بيأخر مستقبلك. وهنا بقى بنلاقي نفسنا متقسمين لنوعين: نوع يختار المتعة اللحظية لحد ما يتزنق، ونوع يتحمل الألم اللحظي عشان يعيش المتعة الحقيقية بعدين. بس الحقيقة احنا كلنا ساعات كده وساعات كده. يعني انت ممكن تنزل الشغل بدري علشان ما يتخصمش منك، وفي نفس الوقت تكسل تنزل الجيم رغم انك عارف ان صحتك بتتأثر. هنا لازم نعرف مبدأ تاني: الفرق بين الشخص اللي انت عليه دلوقتي والشخص اللي نفسك تبقى عليه هو المجهود والقرارات اليومية. في دراسة من هارفارد بتقول إن الإنسان بياخد من 33,000 ل 35,000 قرار في اليوم، معظمهم لا واعي: تاكل إيه، تشرب إيه، تمشي إزاي. بس القرارات اللي بجد بتفرق هي اللي ليها علاقة بأحلامك ومستقبلك. السؤال: هل القرار اللي بتاخده النهاردة بيقربك لحلمك ولا بيعطلك عنه؟ كل بتقولها لحاجة معناها لأ لحاجة تانية. تقول للصحاب وقت المذاكرة يعني بتقول لأ لمستقبلك. تقول للتيك توك وقت الأذان معناها بتقول لأ لعلاقتك بربنا. تقول للنوم طول اليوم معناها بتقول لأ لطموحاتك. والحقيقة الصادمة: الألم جاي. لو اخترت المتعة اللحظية الألم هيتأجل بس هيجي أضعاف مضاعفة بعدين، ولو اخترت الألم النهاردة هتلاقي المتعة بتيجي مع الوقت. طيب نعمل إيه؟ إزاي ندرب نفسنا ناخد قرارات صح أكتر؟ خليني أشاركك 4 طرق أنا شخصياً بستخدمهم. إعلان التزامك بيخليك ما تعرفش تتهرب. عايز تنزل الجيم؟ اشترك وقول لصحابك. عايز تسيب عادة سيئة؟ اعلن ده على الملأ. لما بتلبس نفسك في وعد قدام الناس الالتزام بيبقى أصعب تكسره. وقت المذاكرة أو الشغل شيل كل حاجة ممكن تسرق تركيزك: موبايل، ساعة، سماعات، حتى القلم اللي بيخليك تسرح. خلي قدامك الحاجة الوحيدة اللي لو ما عملتهاش هتموت من الملل: الشغل نفسه. كافئ نفسك لما تخلص المطلوب، العب فيفا، اخرج مع صحابك، خد بريك. وعاقب نفسك لو سوفت، ادفع غرامة لصحابك أو امنع نفسك من حاجة بتحبها. خلي دماغك تحس إن في تمن حقيقي للتسويف. قسم الحاجة الكبيرة: لو مطلوب منك 100 صفحة قسمهم على 10 أيام. لو مطلوب منك بروجكت كبير وزعه خطوات صغيرة. انت كده بتحول جبل ضخم لمجموعة طوب صغيرة تقدر تشيلها. صدقني مفيش حد هيجي يشيلك من سريرك ويقولك قوم ذاكر أو قوم اشتغل. المستقبل بتاعك بين إيديك انت، والقرار قرارك. يا إما تفضل في مكانك وتتنازل عن أحلامك، يا إما تختار تبقى نسخة أقوى وأفضل من نفسك. انت هتسيب نفسك للمتعة اللحظية وتضيع عمرك، ولا هتقف وتقول لأ، أنا أستاهل حياة أحسن؟ نفس المستقبلية مستنياك بس خايفة تلاقيك ضيعت عمرك. فما تكسلش وما تغزلهاش. لو وصلت لحد هنا فأنت بجد واحد بيدور على التغيير، وده بالظبط الهدف من قناة رشد. القناة دي معمولة ليك، هنساعدك تكتشف إزاي تبقى إنسان أفضل في حياتك، وهنشارك معاك خطوات للإنجاز وتطوير نفسك خطوة بخطوة. فما تنساش اشترك في القناة، اضغط لايك للفيديو، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأهم حاجة شارك الفيديو مع صحابك اللي محتاجين يسمعوا الكلام ده. خلي دايما في بالك انت مش لوحدك، احنا معاك، وبإذن الله حياتك هتتغير للأفضل.